يا مساء الفل على الكل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما نبدأ الفيديو عايزه لايك كده للفيديو، تشجيع حلوه كده منكم. ولو اول مره تشوفي القناه بتاعتي ما تنسيش بقى اشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل، عشان كل الفيديوهات ان شاء الله ان شاء الله تشوفوها اول باول. واخيرا كده مشتريات رمضان. بصوا بقى، في الاول كده انا ما كنتش رايحه اصلا اشتري حاجه يعني تخص المطبخ. انا كنت رايحه اشتري زينه رمضان، وكنت رايحه اشتري الحاجات اللي هي بتاعت رمضان برضو، يعني فاهميني، اللي هو البلح والخشاف والحاجات دي. المهم رحت لقيت الاسعار غاليه فما جبتش بصراحه. ليه بقى؟ لان انا الوحيده بس اللي باكل الخشاف، محدش بياكل في البيت خالص عندنا غيري. فقلت والله ما انا جايبه، ملوش لازمه يعني، ما هو ما حدش بياكله. انا لما بعمله ممكن الشفشق يقعد يومين تلاتة اربعة وبيترمي في الاخر. ما هو اصلا انا خلاص ببقى اكلت واللي بيتبقى ده بيبقى طعمه بيتغير يوم عن اللي بعده، يعني كل يوم بيتغير طعمه. المهم بس عايزه اوريكم اسمه ايه، السلك او الحبل اللي معايا دوت. بصوا، هو على حسب يعني كلام البياع يعني اللي احنا اشترينا منه. بصوا اهو، بصوا من قدام في حاجه كده بتطلع كده زي بتقوم ماسكه كده زي اهو. بصوا اهو، شايفين؟ بيمسك بقى اي حاجه. هو قال بتسلكي بها المواسير، البلاعة، الحاجات دي. يعني اي حاجة مكتومة كده في المواسير تحط السلك ده ويشد كده الحاجة اللي هي في الماسورة. بس انا صراحة مش مقتنعة بالكلام ده، يعني مش عارفة، مش حاسة انا احطه ازاي في الماسورة وبعدين انا هقرف بصراحة. المهم يعني اركنوا بقى موضوع الحبل ده ولا السلك ده على جنب. جبت هنا، بصوا، دي جبتها للصابون. اللي عندي كانت يعني كانت خلاص، يعني عن الاوان ان هي خلاص تتشال. المهم اهو، جبت دي جميلة قوي، كان سعرها 45 جنيه، ومعاها الاسبونشة بتاعتها دي اهي. وبنحط الصابون كده فيها من اهو، بصوا بنتكة كده بس. جميلة قوي، عايزة اقول لكم انا استخدمتها حلوة وجميلة وبتوفر في الصابون. اهم حاجة في توفير في الصابون. جبت كمان الفرش اللي انتوا شايفينها دي. الفرش دي التلات فرش كانوا عاملين 15 جنيه، يعني الفرشة عاملة 5 جنيه. حلوين يعني، وتنضفي بيهم الحوض. في ناس بتعملها للسمك، تنضفي بها السمك برضو حلوة. تنضفي بها اي حاجة، هي حلوة بصراحة. الفرشة نفسها حلوة يعني، جامدة كده وحلوة، لا هي اللي هي ناعمة قوي ولا هي خشنة قوي، لا هي حلوة وسط يعني. هنا بصوا زوزة كانت بتقول لكم، يعني بتشرح لكم، تقول لكم ان دي فرشه. بس كده، ادي التلات فرش اهو. زي ما قلت لكم كانوا عاملين 15 جنيه. حلوين حلوين قوي قوي يعني. شكلهم حلو وعجبني. وكمان بنضف بيهم اسمها ايه، المصفى بتاع الحوض. هنا بقى الكوبايات دي خطيرة فظيعة جميلة قوي على فكرة. الكوباية انتوا شايفينها صغيرة بس هي كبيرة، عاملة زي الشوب، كبيرة قوي يعني، كبيرة كبيرة ما شاء الله يعني. انا جبت بقى العلب دي هو قال لي يعني بتوع توابل، بس انا هم كبار قوي على فكرة. اكبر علبة بتشيل 2 كيلو سكر، يعني انا حطيت في العلبة الكبيرة كيسين سكر، طبعا الكيس بيبقى كيلو، فانا حطيت فيها كيسين سكر اخدته. فما شاء الله يعني حلوين حلوين يعني. العلبة التانية اللي هي رقم 2 اخدت كيس ونص سكر. فانا حبيت احط بقى ايه في العلبة الكبيرة سكر، قلت يعني تشيل كيسين احسن. انا شايفاهم يعني هم مش بتوع توابل، لانهم كبار كبار قوي يعني. فانت هتحطي توابل ايه ولا ايه بقى في العلب الكبيره؟ انتوا برضو شايفينهم صغيرين، وانا برضو شايفاهم كده معاكم في التصوير صغيرين، بس هم مش صغيرين، هم مش صغيرين خالص، هم ما شاء الله كبار. هنا كنت بقول لكم المقص بتاعي اتكسر وانا بنضف السمك. عايزه اقول لكم والله كنت عايزه كده اعيط كده، انا مش لاقيه مقص وما عنديش مقص غير اللي هو المقص الاحمر ده. فاتكسر وانا بعمل السمك، يعني مش اتكسر في اي وقت تاني انا هروح اجيب، لا هو اتكسر وانا بعمل السمك. فروحت جبت واحد تاني، ما شاء الله التاني بقى عايزه اقول لكم تحفه تحفه يعني. انا اصلا عندي مقص للمطبخ، بس يعني تحس ان هو ايه، ما بعرفش انضف بيه سمك.
فكنت بنضف بالمقص الاحمر ده بس اتكسر. يعني هو على فكرة هيتصلح، يعني هو عايز مسمار بس كده يتربط. هنا كنت بقول لكم جبت البراد الخطير الفظيع اللي انتوا شايفينه ده، جميل جميل يعني. بس هو بقى مش عايز ناس كتير، يعني مش عايز، يعني ما باخدش كمية كبيرة اللي هو ناس كتير تعمل لهم شاي فيه، لا. كمان هو ما بيتحطش على النار، عشان في ناس كتير بتقول ان البراد ده بيتحط على النار. لا، هو ما بيتحطش على النار. حتى صاحب المحل قال لي كده، قال لي ما بيتحطش على النار، هو بيتقدم فيه الشاي، يعني اللي هو بيستحمل درجات حرارة لكن ما بيتحطش على النار. معاه الاربع كوبايات اللي انتوا شايفينهم دول. بس عايزه اقول لكم امبارح اتكسرت كوبايه، مش اتكسرت خالص، اتشرخت كده شرخ كده. كنت حطها في الحوض، وانا بطبيعتي اصلا ما بحبش احط الكوبايات في الحوض. الكوبايات انا بحب احطها على جنب كده. المهم يعني ان حطينا مواعين واطباق وحاجات كده فوق، فالكوبايه اتشرخت كده. هي ما اتكسرتش خالص بس اتشرخت. بس انا بقى قلت هحطها بقى وخلاص مش هرميها. جبت الحله اللي انتوا شايفينها البايركس دي، جبتها ب40 جنيه. ومش عارفة ازاي انا ما جبتش 2 مثلا منها. يعني كنت جبت 2 او 3. 3 هيعملوا كام؟ يعني هيعملوا حاجة هايفة خالص يعني. المهم نسيت اقول لكم ان البراد والكوبايات اللي معاه عاملين 99 جنيه، يعني 100 جنيه. مش حاجة برضو، مش حاجة خالص يعني. بص، هو كان اصلا صاحب المحل ده كان عامل عروض، يعني كان عامل تخفيضات بقى وعروض وكده. وانا كنت متابعاه على النت يعني، ولقيته عامل عروض وبقول بكره ومش عارف ايه. وكان اخر العروض يوم اللي هو قبل رمضان بيوم، يعني اللي هو رمضان بكره، في اخر العروض النهارده. فروحت بقى جبت شويه الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. جبت كمان الانوار اللي انتوا شايفينها دي او زينة رمضان. جبت اول حبل نور كان عامل 70 جنيه. هو 10 متر، عامل 70 جنيه بس جميل قوي. جبت كمان الفوانيس الصغيرة اللي هي على شكل اللمبة اللي هي بتاعت نمرة 10 بتاعت زمان. الفانوس كان ب15 جنيه، جبت 2. جبت ايه كمان؟ جبت الحبل التاني ده، هو 5 متر عامل 30 جنيه، او مش فاكرة 35. برضو الحبل الاصفر ده كمان كان عامل برضو مش فاكرة 30 او 35. برضو هو 10 متر، الاصفر ده 10 متر. اما التاني اللي في علبة ده 5 متر. واللي في العلبة الاولانية اللي هو الاسود فابيض ده 10 متر عامل 70 جنيه زي ما قلت لكم. مش عارفة انا رحت فين، بس انا كنت بعمل اكل. هنشوف دلوقتي انا بعمل اكل ايه، عشان زي ما قلت لكم الفيديو ده قبل رمضان بيومين او 3 ايام مش فاكره. بس المهم يعني هنشوف. انا تقريبا كنت بعمل مكرونه. جبت نفس الحبل بس على اصغر شويه، يعني واحد كبير واحد صغير. الكبير زي ما قلت لكم ب70 جنيه، والصغير اللي هو التاني ده 5 متر عامل 30 جنيه. وجبت ده كمان برضو 5 متر عامل 30 جنيه. اهو، اللي هو هلال ونجمه. الهلال لونه اخضر والنجمه لونها اصفر، شكله حلو قوي. طبعا كل الزينه دي انا حطاها في البلكونات. ماشي، ما بحطش في الشقه حاجه خالص، غير هو حبل واحد حطاه. وعايزه اقول لكم مش بشغله، لان احنا اصلا طول الوقت قعدتنا في الريسبشن. ف... فاللي هو فاهمين مش هينفع نشغل بقى انوار وكده وعينينا هتوجعنا. ايه كمان؟ جبت الفانوس اللي انتوا شايفينه ده. الفانوس ده عامل 65 جنيه. ده مش الحديد، ده اللي هو البلاستيك. في منه الحديد بس مش عارفة يعني انا ايه اللي خلاني اجيب البلاستيك، مش عارفة. المهم قلت لما انزل تاني هجيب الحديد، عشان انا يعني حسيت ان الحديد احسن من ده. زي ما قلت لكم هنا كنت بعمل مكرونة وكبدة، او كبد وقوانص يعني. المهم ان انا كنت جاية ومتأخرة بقى، عايزين نتغدى. زي ما قلت لكم الفيديو ده كان في الفطار، كان قبل رمضان، يعني احنا فاطرين. فالمفروض ان انا اصلا كنت جاية علشان خاطر يعني خلاص انا اتأخرت على الغدا. وصلت البيت العصر، فكنت متأخرة خالص على الغدا. فاسهل حاجة ان انا اعملها ان اعمل شوية مكرونة وشوية كبدة. كان عندي زي ما قلت لكم كبد وقوانص في التلاجة في الفريزر، يعني طلعت كده الكبد والقوانص، وقلت هعملها بسرعة كده سريع سريع. وطلعت كيس صلصة من اللي انا مفرزوها في الفريزر، ويا دوبك بس الكيس فك شويه صغيرين. بعد كده رحت حطاه، وادي
الكبد والقوانص اهي وبس كده. والمفروض ان انا هقطع بقى طماطم وفلفل وحاجات زي كده وبس كده، فاهمين؟ ولسه بقى كنت عايزه اعمل ايه، كنت عايزه اظبط الرجل اللي انا كنت جايباها في اول الفيديو. انا كنت جايبه رجل كده كانت عامله 250 جنيه. انا اول مره اعرف ان الرجل غاليه قوي كده. انا فاكره زمان كنا بنشتريها مش عارفه ب80 جنيه. بس انا اصلا يعني انا مش من الناس اللي بحب الرجل، يعني عادي ممكن اكلها كل فين وفين. مش اللي هو انا يعني لا لازم اكل كوارع ولا عكاوي مثلا، الحاجات دي انا عادي يعني بظروفها خالص، يعني مش اللي انا لا بفكر اروح اشتري مش عارف ايه، لا. حتى الكرشة انا بحب الكرشة قوي بس برضو ما بشتريهاش لان محدش بياكلها في البيت عندي، فما بشتريهاش. يعني بستنى كده من العيد للعيد زي ما بيقولوا لما اكل يعني الكرشة. وبعدين انا لما بعمل الكرشه اصلا جوزي بيقعد يعني ما بيحبش ريحتها، بيقعد يقول لي ريحتها وحشه، ما تطبخيهاش في البيت، تطبخيها عند مثلا روحي عند امك واطبخيها هناك، ما تطبخيهاش في البيت. فهو بيقرف اصلا من ريحتها. وعيالي نفس الكلام، مش يموا ريحتها ممكن يرجعوا. فهنا بقى ادي الرجل اهي كنت لسه عايزه اغسلها واظبطها، وكنت جايبه معايا برضو توابل. جبت لورا ب10 جنيه، جبت حبهان ب10 جنيه، جبت كزبره ب10 جنيه. زمان مش زمان، لا مش هقول زمان، ده من كام شهر كنت بشتري ب5. كل حاجه ب10. هنا كركم ب10 جنيه، بتاع ده قرفه ب10 جنيه. اه ده قرفة وجنزبيل ب10 جنيه. هنا السبع بهارات ب10 جنيه. آه حبهان وايه كمان، استنوا، في حاجة تاني اسمها ايه، بهارات كبسة ب10 جنيه. بس كده. هو ده دي المشتريات اللي انا كنت جايباها. كنت جايبة حاجات تانية برضو يعني ما صورتهاش بصراحة، بس كنت جايبة حاجات تانية هبقى اوريها لكم في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. يعني اول ما يبقى في حاجة كده جديدة هقول لكم الحاجة دي انا كنت شارياها مع الحاجات اللي انا جبتها لرمضان. جبت كمان طبلية، شايفين؟ جبت كمان طبلية، بصوا جميلة جميلة وعجبتني وشوفتها كده، بصوا قلت هاخدها وكانت اخر واحدة هناك، قلت هاخدها يعني. شايفين؟ تحفة، عايزة اقول لكم كده عسل. جبت بقى الطبلية دي ليه؟ علشان اعمل رقاق عليها، مش علشان ناكل عليها خالص، علشان الرقاق كده. الفيديو خلص، اشوفكم على الف خير، السلام عليكم.